السلام عليكم ورحمة الله. القمة الصينية. الرئيس الصيني يقول: فخورين بالعمل مع الجزائر وسنقوم بتعاون مشترك كبير سيهز إفريقيا. سنشاهد تصريحات الرئيس الصيني في القمة الصينية الإفريقية التي كانت في بكين عن الجزائر وعن إفريقيا. ولكن عزيزي المتابع، لا تنسى دعم هذا المقطع بلايك والاشتراك في القناة. تتجه القارة الإفريقية للاندماج اقتصاديا أكثر فأكثر مع الصين، حيث تعهد الرئيس الصيني شي جين يانغ اليوم الخميس بتقديم أكثر من 50 مليون دولار لتمويل مشاريع في القارة السمراء وخاصة في الجزائر على مدى السنوات الثلاثة المقبلة، تعاونا مع الرئيس عبد المجيد تبون. كما أبلغ الزعماء الأفارقة أن بلاده بالتعاون مع الجزائر مستعدة لتقديم التعاون الصناعي والزراعي والتجاري والاستثماري مع القارة الإفريقية الغنية بالموارد. وتابع الرئيس الصيني في بكين تصريحاته قائلا: سننفذ نحن والجزائر 30 مشروعا لربط البنية التحتية الأساسية. كما أشاد بالعلاقات مع القارة الإفريقية وخاصة مع الجزائر في الفترة السابقة القليلة الماضية وفي الفترة المستقبلية القادمة. وتابع الرئيس الصيني تصريحاته قائلا: سيكون هنالك 11 مليار دولار مقدمة من الصين للمساعدات الإفريقية بالتعاون مع الجزائر، وخاصة ما تعلق بالقروض المالية والاستثمارات وحتى المساعدات، وهي المزايا التي لا توفرها الدول الغربية لإفريقيا. ووجه الرئيس الصيني الشكر للجزائر وللرئيس عبد المجيد تبون، وقال: لولا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لما كان هنالك تعاون سيحدث بين الصين والدول الإفريقية. هو من شجعنا وهو من ساندنا بدفع العديد من المبالغ وبمساعدتنا في استكشاف القارة السمراء. وتعهد الرئيس الصيني بالتعاون مع عبد المجيد تبون بخلق ما لا يقل عن 1,000,000 فرصة عمل في إفريقيا. أتمنى عزيزي المتابع أن تشاركنا رأيك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله.